السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن طريقة أو توقع طريقة لعب النادي الأهلي مع أوكلاند سيتي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله برضو مع الدكتور محمد تاج، صاحب أو أدمن صفحة بالأرقام. هنتكلم برضو عن طريقة توقع طريقة لعب الأهلي وسياتل في تاني مواجهات الأحمر في مونديال الأندية في المغرب. اتفضل يا دكتور. سعيد بوجودي معاك يا محمد النهارده لتاني مره، وان شاء الله يبقى وشنا حلو كده على الاهلي ويتخطى عقبه سياتل، وان شاء الله كمان يقدر يتاهل بقى لنصف النهائي لمواجهه الملكي ريال مدريد. طبعا في البدايه فريق سياتل مش زي فريق اوكلاند. فريق سياتل فريق منظم اكتر، فريق بطل القاره بتاعته، فريق بيلعب في الدوري الامريكي، الدوري قوي جدا. صحيح هو بيحتل المركز ال11، ولكن برضه هو فريق بيختلف كبير عن فريق اوكلاند، ولازم نحترم امكانياته. وجهة نظري ان الاهلي النهارده، ويمكن انت اختلفت معايا في النقطه دي، ومش عارف بقى الساده المشاهدين هيختلفوا ويتفقوا معايا في الكلام ده ولا لا، بس يا ريت يسيبوا لي رايهم في التعليقات. ان الاهلي يعني تحديدا الشوط الاولاني، يعني مثلا لو هنقول يسيب مثلا الاستحواذ لفريق سياتل مثلا، لو هنقول مثلا الشوط 45 دقيقه فيسيبوا له مثلا 30 دقيقه، ويلعب على التحولات السريعه، وان الاهلي ينجح ان يخلي الاستحواذ لفريق سياتل دوت استحواذ سلبي. نقطه مهمه جدا عشان تقدر تخلي الاستحواذ دوت استحواذ سلبي، هو ان فريق سياتل بيلعب او استراتيجيه لعبه بتلعب ب 4-2-3-1. بيعتمد دايما على لاعب صانع العاب كلاسيكي يعني. فده نقطه مهمه جدا لديانج النهارده وحمدي فتحي، الاثنين اللي عندهم قوه في الالتحامات، ان هم يقدروا يتعاملوا مع اللاعب دوت، يخلوه دايما ظهره للجون، ما يستلمش باريحيه، يحاولوا يستخلصوا منه الكوره بشكل كبير. خليني اقول لك ان الفريق دوت فتره اعداد، وبالتالي انت لو سبت لهم الكره الشوط الاولاني وحولت الاستحواذ بتاعهم استحواذ سلبي، هتهلكهم في الشوط الاولاني، وتقدر تستغل دوت في الشوط الثاني، خصوصا ان انت عندك بعض العناصر زي يعني البدايل دكتك كويسه. عندك لعيبه مثلا بتمتلك سرعات زي تاو، زي كهربا او شريف، ايا كان اللي هيبدا فيهم ايه والتاني هيكون بديل. عندك لعيبه على مستوى منتصف الملعب ممكن تستغرق الفرق في الشوط الثاني، لعيبه عندها لياقه بدنيه زي مروان عطيه. عندك لعيبه زي قفشه بتقدر ممكن تنزل الشوط الثاني تصنع لك الفارق. فانا رايي ان انت ليه بقى؟ لان انت لو الكره معاك معظم الوقت، فريق سياتل عنده ميزه مهمه جدا، هو عنده سرعات تحديدا في الثلاثي الهجومي، بيقدروا يعملوا كمان التحولات بشكل مهم جدا جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين يعني علي معلول ومحمد هاني طبعا يعني بشيد بادائهم بشكل كبير جدا، ولكن بيبقى في عندهم بعض المشاكل في التغطيه العكسيه وفي سرعه الارتداد. فعشان كده انا من وجهه نظري ان انت معظم الوقت في الشوط الاول تسيب لهم الاستحواذ وتعتمد على التحولات السريعه، خصوصا انت عندك لعيبه بتجيد السرعات زي احمد عبد القادر، بتعرف تحافظ على الكره بشكل كويس قوي، وزي حسين الشحات، وعندك اللعيبه اللي تقدر توصلهم زي عمرو السوليه، زي حمدي فتحي، زي علي معلول بيعرف يبني اللعب من ورا بشكل كويس طبعا، وعبد المنعم ومتولي. فمش معنى ان انا اسيب الاستحواذ للخصم ابقى انا اقل منه. خلينا نفتكر منتخب فرنسا في 2018 طبعا. دايما بتكفي وتوفي يا دكتور، وجهة نظر محترمة وسليمة، لكن أنا كان تعليقي أو اختلافي في أن فرقة سياتل الجبهة اليمين أولا عندها ضعيفة جدا. رباعي خط الظهر دايما ضامن جدا على بعضه عشان يكفي البوكتس أو المسافات البينية، لكن المشكلة أطرافه دايما مفتوحة، وبالذات الجبهة اليمين بتاعته يعني ناحية عبد القادر وعلي معلول. أنا شايفها ناحية سهل جدا ان احنا الاهلي يضرب منها سياتل. تحولاته الهجوميه طبعا، انا معاك انه عنده هجمات مرتده باقل عدد من اللمسات، لكن برضو مش الشيء المخيف يعني، او الشيء اللي ممكن مش هقول ما نعملوش حساب، لكن مش الشيء المقلق. ده غير ان اللاعب رقم 10 برضو لاعب من وجهة نظر الشخصية يعني على قده، لكن احنا ان شاء الله باذن الله هنقدر نعمل حاجه افضل من كده. بالنسبه لطريقه هجوم اوكلاند، انت قلت ان الاهلي المفروض ان احنا نسيب له نص الملعب او نسيب له الكوره لاول 30 دقيقه في المباراه، وده الاهلي كان بيعمله بالذات كمان مع نادي الزمالك لو خدت بالك. كان بيسيبه في الباص الاول والثاني ويبتدي يضغط عليه لما الزمالك يوصل بالكوره لنص ملعب النادي الاهلي. هي دي تقريبا نفس الطريقه اللي هيلعب بيها الاهلي مع سياتل. ما اعرفش وجهه نظر حضرتك ممكن تكون ايه في الموضوع ده، لكن ده وجهه نظري.
في الطريقة اللي ممكن يقابل بها النادي الأهلي سياتل الدفاعية. حابب بقى المرة دي أسأل حضرتك على الطريقة اللي ممكن يقابل بها النادي الأهلي أو يخرج بها النادي الأهلي هجوميا على سياتل. بحييك طبعا يا محمد على نقطة أو إن أنت لفتت نظرنا لنقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية هي حتة الجبهة اليمين، فعلا أنا بحييك عليها، ودي فرصة كويسة جدا وهتبقى نقطة إيجابية جدا في النواحي الهجومية، الأوفرلاب اللي بيتعمل ما بين أحمد عبد القادر وعلي معلول. والنقطة الثانية هي حتة إن الأهلي هيلعب ميد بلوك، أو اللي هو اللي احنا بنسميه الضغط المتوسط، أو اللي هو الضغط من بعد منتصف الملعب. لكن انا بقول ان لازم يعني ده هيبقى الاغلب، لكن برضه لازم تفاجئهم وتلعب ضغط عالي، خصوصا ان انت عندك لعيبه عندهم معدلات الضغط كويسه وعندهم سرعات كويسه واللياقه البدنيه كويسه وبيعرفوا يعملوا ضغط ايجابي، زي حسين الشحات، زي هاني لما بيكمل في ظهره بيعمل ضغط ايجابي، بيعرف يستخلص الكره بشكل كويس قوي، وزي كهربا او شريف ايا كان اللي يلعب فيهم ايه، وان كنت افضل ان كهربا هو اللي يبدا. طيب خليني بقى اروح للشق الهجومي. فريق سياتل بيلعب في اوقات معينه بيلجا ان هو يعمل فيها ضغط عالي. يمكن احنا ما شفناش ده قدام اوكلاند، لكن فريق سياتل في اوقات معينه بيلجا، ممكن ما يلجاش فيها كتير بس هيلجا. طيب لو لجا ان هو يعمل ضغط عالي هتعمل ايه؟ وجهه نظري ان الكوره لو مع الشناوي مثلا مضغوط عليه ضغط عالي، ففي عندك 4 لعيبه تقدر او هم اللي يقدروا يخرجوك من حاله الضغط دي. ال4 لعيبه دول هم السوليه، هم حمدي فتحي، هم علي معلول وكهربا. عشان كده انا بقول ان كهربا يبدا مكان محمد شريف، وبرضه حابب اسمع اراء الناس في التعليقات، كهربا ولا شريف، لان كهربا بيعرف يستلم تحت ضغط، كهربا هيعرف يخرج اللعيبه من حاله الضغط او يساعدك في التحولات من الدفاع للهجوم. طيب ده في حاله الضغط العالي. في حاله ان انت هاجمت بقى هجمه عاديه او هجمه كلاسيكيه، انا بسميها رباعيات كولر بيكون جبهات رباعيه ما بين راس الحربه واللعيبه اللي على الاطراف. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا على جبهه معلول والخص تحديدا، هدف حسين الشحات الاول في ماتش اوكلاند، الكره كانت مع معلول ناحيه معلول وعبد القادر، شريف دايما بيضم ناحيتهم، والجناح العكسي اللي هو حسين الشحات بيدخل العمق عشان يدي مساحه ويدي مساحه كبيره لمحمد هاني ان هو يزيد ويقدم او يتحول كجناح، وبيتحول ساعتها واحد من ال3 لعيبه الارتكاز، وزي ما احنا قلنا ان هو بيحرر او اللامركزيه بتاعت خط الوسط، واحد من ال3 لعيبه الارتكاز سواء كان حمدي او السوليه، واحد منهم يعني، لان ديانج عامه بيبقى ورا عشان يقدر ياخد الكره الثانيه، فبيخلي واحد من ال3 بتوع لعيبه الارتكاز سواء كان حمدي او السوليه يدخل ويتحول كمهاجم تاني في البلايند سايد. ودي لو تفتكر اللي كان مميز فيها قوي قوي مؤمن زكريا. فده من وجهه نظري يعني الشكل الهجومي للاهلي في حاله ان سياسه العاب عليك ضغط عالي، والشكل الهجومي للاهلي لو انت بتهاجم هجمه عاديه او هجمه الكلاسيكيه معاك الكوره وهم يعني عاملين دفاع منطقه زي ما بيقولوا. طبعا كالعاده يا دكتور وفيت وكفيت زي كل مره، ما شاء الله عليك، يعني ما سبتش اي تفصيله. وخلينا متفقين ان احنا اختلافنا في موضوع طريقه مقابله سياتل للنادي الاهلي او طريقه خروج النادي الاهلي على سياتل، احنا الاثنين اختلفنا. وزي ما قلنا قبل كده الكوره مش قرآن، ما فيهاش صح وغلط، هي متغيرات في الملعب على حسب وجود الكوره في منطقه اللعب او بناء اللعب ما بين الفريقين. ان شاء الله باذن الله نتمنى الفوز للاهلي باذن الله عشان يطلع او يصعد لمقابله ريال مدريد في نهائي مبكر ان شاء الله باذن الله في بطوله العالم للانديه. وان شاء الله باذن الله نتقابل بعد المباراه واحنا منتصرين. سعدنا بكم جدا، يا رب محتوانا ان شاء الله يكون عند حسن ظن حضراتكم. دمتم في امان الله.